السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة المستشار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، اهلا وسهلا. اهلا سعادة المستشار، معانا المستشار مرتضى منصور. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. هو حضرتك القناة اتصلت بيا وانا مش قدام التلفزيون على فكرة، فما اعرفش مين دي حضرتك. معاك عاطف عبد الرشيد قناة. لا، ما الدكتور عاطف طبعا عارف، انت صاحب القناة. اهلا بيك. الله يكرمك. احنا بنتكلم احنا بنتكلم على الصدام ما بين حضرتك وما بين باسم يوسف، وبنعتبره قضية رمزية للتصدي لما في الإعلام من حالة تسيب وهدم لمنظومة الدولة، أو خلق الدولة الفاشلة زي ما بيقولوا، أو الضغط على فكرة الاحترام والأخلاق وهيبة الدولة أو هيبة الرئيس. ودي قضية خطيرة. فاحنا قلنا انه الأستاذ مرتضى منصور، المستشار مرتضى منصور، تصدى له، وهو فرد له شعبية وله قدرات وخبرة قانونية، لكن عاوزين ناخد ده نموذج لمقاومة هذا الأمر. واتكلمت أنا على نقطة مهمة، إيه اللي بيحرك المستشار مرتضى منصور؟ هل هي غضبة شخصية، ولا هل هي أهداف وطنية، ولا هي أهداف أيضا غيرة دينية وغيرة وطنية وغيرة شخصية؟ أولا السلام عليكم لكل الإخوة ضيوفك. وعليكم السلام وكل مشاهدينك، وانت عارف انك عندك جماهير كتير بيشوفوك. الله يكرمك. لو هي قضية شخصية لم يكن يستحق مني ان انا اقول اسمه، لانك احيانا كثيرة يا دكتور بتمشي في الشارع، انت عارف كنت رئيس نادي الزمالك، يجي لك ده انا مواطن بسيط كده، كل لاعب عندك ضيع جون، واخد بالك، ويشتمك بألفاظ بذيئة، يعني يشتمك رئيس النادي كأنك انت اللي ضيعت الجهود. انت خلاص بتعدي وتمشي وبتصفح وبتروح. انما انا مش عايز اخلط بين امرين، انه يسب وصف رئيس الجمهوريه، انا ليا راي واضح، وقذف رئيس الجمهوريه الدكتور محمد مرسي، او انا عايز اسميها اهانته، بلاش سب وقذف لانه هو وصل مرحله الاهانه، او سب وقذف رئيس السادات محمد حسني مبارك. انا ما عنديش فرق على فكره بين الاثنين، او الملك فاروق او جمال عبد الناصر او انور السادات. ما دام قاعد على كرسي حكم هذه البلد فله كل الاحترام والتقدير، وده رايي من الاول ما بغيروش، وده اختلافي مع بعض الاخوه الشباب 25 يناير لما كانوا بيقولوا حسني مبارك يا ابن الكلب يا خنزير، واخد بالك، كنت بقول لا، الا ابوك هو اللي خنزير وما عرفش يربيك. على الاقل يا اخي شوف السن، واخد بال حضرتك، لكن انتقد الدكتور محمد مرسي كما تشاء. يعني سياساته فاشله، رئيس الوزراء اللي جايبه فاشل، هو المفروض منتمي لجماعه الاخوان المسلمين والكبريات زادت، خلينا نتكلم بصراحه، والاريزات كل ده، اقول ده دي كلها سياسات، تمام؟ اعلان دستوري عامل دكتاتور، كل ده سياسات وقول ما تشاء فيها. انما رجوز وتهزيء انا او غيري على فكره، حتى اللي مش منتمين للتيار الاسلامي او اللي مش ايده الدكتور محمد مرسي، لانه في النهايه هو رئيس هذه الدوله، وده رايي ما بغيروش. حضرتك بقى بتقول لي بقى غير وطنيه ولا اخلاقيه؟ لا، هو لما الحلقه اللي قبل الاخيره تناول جاب بنت محترمه طبعا للشعب اللبناني، بنت ممثله لبنانيه اسمها نيكول سابا، وهم الاثنين عملوا دويتو، الفاظ بذيئه المفروض ما تخشش بيتنا. لو تفتكر يا دكتور لما في بنت اسمها روبي طلعت من حوالي 10 15 سنه، تفتكر الوحيد اللي طلع قال لها في التلفزيون، يمكن على 2 3 مليون دخلوا على التلفزيون، قلت له في 45 ثانيه فين ابوكي؟ فين امك؟ فين بواب العماره اللي انت ساكنه فيها باللي انت بتعمليه ده؟ فاعتبرها واحد مش عايز بنته او حفيدته او مراته او اخته تسمع لفظ بذيء وهي قاعده تضر ودنها وتاذيها. هتقول لي ان هو كاتب للكبار فقط، لا يا بابا مش في سينما. التلفزيون مفيش انا. ولما يكون صاحب القناه اسمه محمد الامين، خلي بالك بقى، يا محمد يا نهار ابيض، محمد الامين، وهذه النزاعات تذاع عندك علشان الاعلانات، واعلانات شركات كلها شركات يهوديه، كوكولا او بيبسي او غيرها. دكتور عاطف انت عايز تهدم اي شعب، اهدمه بالاتي: واحد، بوظ اخلاقه، اضرب تقاليده، ضيع قيمه، افسد القيم، وخلي الباطل حق والحق باطل. دي امريكا واسرائيل بيشتغلوا معانا دلوقتي كده. اثنين، رموزه؟ لازم رموز السياسيين، رموز السياسيين والرياضيين والفنانين وكله، هاتهم الارض، والدينيين، كله
ما يبقاش عندك رمز. يعني الشيخ الشعراوي مثلا ده رمز ديني هاته الارض، المرشد رمز ديني هاته الارض، واخد بالك؟ يبقى مفيش كبير في البلد دي. السياسه بقى الاستاذ جابر من امريكا بيعملها هنا. انا طبعا راجل، انا بلعب سياسه، انا كنت رئيس نادي سياسي في الجامعه بقى حضرتك من سنه 71، واتحبست 5 6 مرات. يمكن معظم الاخوه السياسيين الاسلاميين اللي بينتموا للتيار الاسلامي من بدءا من الفنيه العسكريه، مجدي سليم وطلال الانصاري مع فتوح مع خالد الشيخ، كل دول كانوا معايا في السجون، واخد بال حضرتك؟ فانا راجل بفهم في السياسه وعارف انه اسرائيل فشلت انها تحاربك بالمدفعيه والدبابه والطياره، فلجأت لهذا الاسلوب. حضرتك انا من يعني وانا في عربيتي من شويه واحد قال لي ان حضرتك قلت انه مش عارف قطر هو هيفرم لا، قصه الفرم دي شوف من الفرم. احنا لو الدكتور محمد مرسي طبق دوله القانون، والتاني طبق دوله القانون، ابن اسامه زي ابن مرتضى زي ابن الفلاح البسيط زي ابن العامل اللي يغلط يطبق عليه القانون، صدقني البلد دي هتبقى احسن بلد. ليه عارف ليه يا دكتور؟ لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال العدل اساس الملك. اعدل، لو عدلت ولا حد هيقدر يتكلم معاك. لكن يعني اسمح لي، انا في قناه، انا عارف قناه اسلاميه ولها توجه معين، لما انت طلبتني بقول للدكتور محمد مرسي بعض الاخوه الاسلاميين ادوا لهذا الاراجوز الفرصه للاسف الشديد ان هو يقتطع من كلامهم ويذيعوا عنده بالمسخره اللي احنا بنشوفها. اثنين، الدكتور محمد مرسي والله العظيم ما حد بيتآمر عليك الا من هم في خصرك، اللي بيقولوا لك للاسف الشديد استشارات قانونيه كلها. الدكتور محمد مرسي مش عيب، ده راجل مهندس ما بيفهمش في القانون زي ما ما بيفهمش في الهندسه، لكن هو جايب ناس مستشارين يقولوا له يعني ايه مستشار؟ يعني يقول لك ده حق وده باطل، ده ضلال، ما تعملش ده. لكن ورطوه في الغاء حكم صادر المحكمه الدستوريه العليا، ثم اعلانات دستوريه كلها باطله، ثم دستور اللي عمله يا دكتور رئيس اللجنه اللي عملته دكتور جمال جبريل كان مفتش امن دوله في المطار. ما ينفعش يا دكتور يعني لما تقعد يا دكتور محمد مرسي لمده 2.5 ساعة مع واحد صادر ضد حكم نهائي وبات انه مزور اسمه ايمن نور، ويطلع يقول لك ده هم قال لي ابقى رئيس وزراء مصر. يا دكتور مرسي اعدل وطبق القانون بشكل الاشكال دي. اما بقى انا هعمل ايه؟ انا هعمل الاتي بفضل ربنا. انا راجل قانون، انا انصاري وناسي، علشان كده انا ضد اللي حصلوا الانتاج الاعلامي، ضد اللي حصلوا الاتحاديه، ضد اللي راحوا المقطم، ضد اللي راحوا المحكمه الدستوريه العليا. واخد بال حضرتك؟ مش هتتحل مشاكل مصر بالطريقه ديت، ان كل واحد زعلان من حد ياخد مجموعه ويطلع على المكان يحاصره. اتحل ازاي؟ واحد زي الاخ دون هو واخد صاحب القناه واخد رخصه قناه الCBC منوعات بشرط ماضي هو على ميثاق اسمه ميثاق كده اتمضى عليه وهو بياخد الرخصه انه الاتي: نمره 1 لا يتعرض للحياه الشخصيه لرئيس الجمهوريه، لا رئيس الجمهوريه ولا غير رئيس الجمهوريه. 2 لا يهزأ رئيس الجمهوريه ولا غير رئيس الجمهوريه، خلي بالك. 3 ان ماليش الفاظ تتقال في قناته. 4 دي منوعات ما تتكلمش في السياسه. كل ده هو خلفه. ففي محاكم وفي قاضي، واحنا لينا تجربه قبل كده. بس يا دكتور لما الافندي ده اللي انا اسف في كلمتي اللي بيهين رئيس الجمهوريه ويهزأ رئيس الجمهوريه، الجزء ده اللي ما بيخصنيش، ده يخص رئيس الجمهوريه والاستاذ وزير الداخليه، ويبعت له محمد ابراهيم وزير الداخليه. والبلد فيها بلطجه وفيها سرقه، 100 ضابط وعسكري امبارح بقياده اسامه الصغير مدير امن القاهره عشان يحميه وهو داخل وخارج وهو بيهزأ رئيس الجمهوريه وهو بيسجل الحلقه بتاعته. اعتقد انها احنا في دوله عبثيه. فقبل ما تحاسب الافندي ده اللي مش عايز يقول اسمه، واخد بالك لما كان يقول اسمه، حاسب وزير الداخليه اللي شاف البلطجيه اللي الولد جايبهم عند المسرح هو عسكري وظابط يحملوا مسؤوليته ويحموه رئيس الجمهوريه. للاسف الشديد هتحاسبه. حاسب اجهزه الدوله اللي بتحمي الاشكال دي. وعشان كده في ناس بتقول انا بصراحه لا، القصه مش كده بقى. القصه ده يعني بصراحه الاخوان الولد ده جاي من امريكا، وامريكا بتأيد السيد الرئيس والاخوان المسلمين او جماعه مع احترامي طبعا للجماعه اللي فيها كتير محترمين كتير اصدقائي، واخد بالك؟ هو في ازاي ده بيهينه وازاي امريكا اللي بعتاه الناس ابتدت تسال وتتساءل. وعشان كده بقول لك والله يا دكتور انا راجل قانون، وان شاء الله مفيش قطر بيفرم بني ادم محترم بيعرف يفرمه. وانا التزمت، وانت عارف ان انا دكتور التزمت اخيرا من 8 9 سنين الحمد لله. وقبل الالتزام
قلت بقى بقول يعني طبعا الحمد لله لا عمري زنيت ولا عمري شربت خمره، ده ربنا عافيني كده طبيعي. لكن كنت في الصلاه اصلي شويه بطل شويه. منذ ان صليت عشان بقول للشباب صليت والتزمت بفضل ربنا وحمد ربنا وصلي الفجر حاضر الحمد لله الحمد لله، وانا مش منتمي لا قيادة اسلام ولا جماعه اخوان المسلمين، بالعكس انا بقرا القران الكريم وبنفذ. المسلم هو تصرف وسلوك. تمام. من اليوم ده والله العظيم ما حدثت لي اي مصيبه بتيجي بني ادم يحفر لي حفره الا ما بطلع منها اعلى يا دكتور. عشان كده بقول لاي شاب يتعرض وهو مؤمن بربنا مؤمن بقضيته اوعى تتهز، اوعى حد يهز شعره من راسك ما دام ربنا معاك وانت راجل بينك وبين ربنا عمار ومؤمن بقضيتك. لا، وعشان كده والله العظيم يا دكتور انا حتى قلت للاخ ده جميع الولاد الشهداء البسطاء الفقراء المحل بتاعهم مجانا. ليه؟ لان انا بقول انا برضه في المجتمع، يعني انا محامي ربنا الحمد لله مديني وكرمني وكرم من عند ربنا وفضل ربنا. من فضل ربنا دون في ناس بسطاء لازم اقف معاهم، ما يقدروش يروحوا مكتب دكتور منصور او خاف يروحوا مكتب دكتور منصور، لكن لما بيجوا انا بشيلهم في الليل، لان ده كل ده كرم من ربنا. ده دكتور والثاني اذا ان تنجح يا دكتور محمد مرسي وانت في المعنى ضد ان كل 5-6 اشهر من رئيس الجمهوريه، والا طبعا يعني احنا بقى بنهزر، لكن انت الذي تقود المركب، اللي حواليك هم اللي يخرموا في المركب. وبالتالي اللي حواليك هم اللي يخرموا في المركب. طهر قصرك من المستشارين الذين اساءوا ليك واساءوا الى مصر. لو طهرت قصرك والله العظيم ما في حد يتامر عليك. وانا شخصيا انا بقول هو ده مصر كلها نفسي تنجح، لان نجاحك هو نجاح لمصر. انما احنا للاسف في ازمه اقتصاديه طاحنه، ما عندناش استثمارات، في بطاله زادت، في عشوائيات، ما عندناش ولا مشكله، وكل اهتمامنا دلوقتي الاخ اللي حضرتك قلت اسمه للاسف وبعض السفهاء واخد بال حضرتك. وانت تعلم ان هذا هو علامه من علامات يوم القيامه، لما حضرتك الكاذب يكذب وانت تعلم انه يكذب وتصدقه، والصادق يقول كلمه الحق وانت تعلم انه يقول كلمه حق وتكذبه، والكاذب يكذب وانت تقول كلمه وهو يقول كذب وحضرتك بتصدقه. هذه علامه من علامات يوم القيامه. ربنا يستر على البلد دي، ربنا يعوض مصر من فيه. وانا لوحدي على فكره اقتص عن الدكتور محمد مخالف انا لا راح الا الله عليه قضايا في الاعلام الدستوري والتسكوت وكل دوت، وما ضده رئاسه بقول عندما انتقد الدكتور محمد مرسي انتقده بمنتهى الادب بقد البلاغ بالقانون، انما نعمل اراجوز واعمل مش عارف ايه. اللي عايز يشتغل اراجوز يا دكتور يروح البنك مالي زي ما بيقولوا ياخد قرض ويشغلوه يفتح شركه ويشتغل اراجوز. لكن اللي عايز يشتغل اعلامي اهلا بالاعلام المحترم المستنير الاعلامي. انا بعتبر زي بالظبط دكتور الاشعه، حضرتك بتخش دكتور الاشعه بتكشف يقول والله انت عندك مرض في المكان الفلاني او الالم في المكان الفلاني او العله في المكان الفلاني عشان اعالج. انما اللي للاسف الشديد البعض اللي بيحط نار جاز على النار ويولع وما يقوليش حل، يقول لي حل ايه؟ يعني انا بقول للدكتور منتهى الحل اهو، طهر قصرك، الغي الاعلانات الدستوريه، احترم احكام القضاء، هتلاقي البلد ماشيه زي الفل. وبعدين اللي يغلط اسامه ابنك قبل احمد ابني، احمد ابني قبل ابن المواطن البسيط الغلبان. صدقني يا دكتور، وانا بقول لحضرتك طبعا انا متابع قناتك ومتابع الناس اللي بيدخل فيها، وطبعا برضه بيحدث بعض التجاوزات اللي بتمسك على بعض القنوات الاسلاميه، وحضرتك عارف انا اقصد مين. لكن انا في النهايه بقول مفيش حاجه اسمها قناه ليها توجه اسلامي وقناه ليها توجه ليبرالي. انا في النهايه معيار احترامي للقناه والمذيع اللي فيها هو حب بلده. انتقد كما تشاء، ورينا عيوب الحكم كما تشاء، فساد في المكان ده، الحاكم عليه ان يصلح هذا الفساد، وانا كاعلامي اقول الحل وشايف ايه. لكن انا ما بعملش ده عشان حد عايز فلوس من دوله عربيه او واحد عمال يمول لي او واحد عايز يخرب في البلد، واللي عايز يعارض الدكتور ما بيعارضش بالفلوس. واحد يقول لك ايه اصل المنظمات حقوق الانسان اللي بيجي لها فلوس من امريكا مش عارف منين ومنين بتعارض. هو انت عشان تقول كلمه حق محتاج حد يدفع لك؟ وانت محتاج تصلح بلدك او تنتقد حاكمك او تصلح الحاكم بتاع بلدك محتاج حد يدفع لك؟ اعتقد اي بني ادم بيقبل علشان ينتقد ثم يتحول النقد الى شتيمه ايا كان، رمز سياسي، رمز ديني، رمز ليبرالي، اي رمز من الرموز. نلاقي بلدنا يا دكتور لو حطينا ايدينا كلنا في ايدين بعض صدقني برنامج الولد ده مش هيشوفه 5 تنفار. انما هم ليه الناس بيشوفوه؟ لان هناك اخطاء، لان في بعض المواقف وبعض السياسات اللي
المواطن العادي اللي هو ملوش في الكلام ده، ويقول لك فين البوتاجاز، انبوبه البوتاجاز، فين الكروسين، فين البنزين، واخد بالك؟ رئيس الجمهوريه وعدنا ان المرور يتحل في 3 اشهر ولا في 100 يوم، الكلام ده ما حصلش. اعدل يا دكتور مرسي واعيد دوله القانون، وما تصفيش حساباتك مع اي حد، افتح صفحه جديده مع كل الناس. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام سيد الخلق اللي طرد من مكه محبوبته ومدينته وهاجر، اتاذى وكانوا يموتوه وضربوه بالوسخات والاجرام وقله الادب، ولما عاد المدينه ما قالش سيدنا عمر بن الخطاب يا سيدنا يا عمر اعمل محاكم ثوريه عشان ننتقم من ابو لهب او غير ابو لهب. ما حصلش الكلام ده. ليه؟ لانه صاحب دعوه وصاحب رساله، رسالته كان نشر الاسلام، ولولا انه كان عنده هذه الرساله ولم ينتقم من احد وبص لقدام ما كان هذا الاسلام العظيم قد انتشر في العالم كله، مليارات المسلمين في العالم كله. ليه؟ لان الرساله انتشرت وما انتقمناش من حد، ما قلناش نعمل محاكم ثوريه، ما عملناش زي ليبيا ما عماله تعمل ونسلم لها ناس جم بلدنا واتهموا لينا نسلمهم لهم عشان يقتلوهم ويذبحوهم، ان مصر دي عمرها بلد الامن والامان، فربنا اللي قال كده. يعني يا دكتور انا سعيد بمداخلتك وانكم طلبتوني، وانا اسف جدا ان انا طولت عليكم، وبتمنى بلدنا تطلع من عثراتها. اتمنى ان الدكتور محمد مرسي يعدل المركب لانه هو قائد هذه المركب، سواء بارادته او غير ارادته، لانه ربنا سبحانه وتعالى هو الذي اراد ان يكون هذا الرجل رئيسا للجمهوريه. اعدل يا دكتور محمد مرسي وعد دوله القانون، كفايه تصفيه حسابات شخصيه وانتقامات، وابعد بعض مستشارينك او كل مستشارينك الذين اساءوا ليك واساءوا لمصر. صدقني كل الناس هتحط ايديها في ايديك، ومصر اكيد هتنطلق باذن الله ان شاء الله، لما يكون في بلد فيها حريه وفيها ديمقراطيه وفيها عدل، اعتقد هتبقى من اعظم الدول في العالم باذن الله.